ينجو النبي عليه الصلاة والسلام من الغار، ويتبع سراغ، وصار بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أمتارا، فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: الله اكفنا بما شئت، فتسيخ أقدام فرسه، فيسقط على الأرض فيعاود الكرة، ثم يسقط ثانية وثالثا، فيقول: يا محمد الأمان الأمان. مطارد يطلب من مطارد الأمان، الأمان الأمان. فالتفت إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ويلك يا سراغ، ما الذي حملك على اللحاق بي؟ قال: 100 ناقة يا رسول الله، 100 ناقة رصدتها قريش لمن يأتي بك حيا أو ميتا، وما زال الثمن يدفع أيها الأحبة. ما زالت 100 ناقة ومثيلاتها تدفع في رؤوس المصلحين، وتدفع من أجل القضاء على المجددين. ما زالت 100 ناقة يلوح بها، ما زالت المكافآت ترصد لكي يأتي أبناء الأمة برؤوس مصلحيها ومجدديها. نعم، إن أعداءنا يضربوننا بأيدينا، إنهم يحضنوننا على بعضنا. أيها السادة، للأسف من ألقى يوسف في الجب غير إخوته. من ألقى يوسف؟ إخوته. للأسف من قتل قفز بعد أن دحرت النار في عين جالوت إلا رفيقه دربه. للأسف من لعب الدور القذر في القضاء على المهندس العمليات الاستشهادية يحيى عياش. للأسف من الذي لعب دور الخسيس في القضاء على بطل القوقاز الخطاب برسالة مسمومة إلى مرافقه. للأسف من الذي يلعب الأدوار من جديد، من أجل أن يقضي على كل مشروع يسعى للقضاء على الداعية. للأسف ما زالت كؤوس السمت تعد، ما زالت 100 ناقة تلوح، ما زالت عروض الدنيا تغري، وما زالت الأماني والأحلام تحول كثير من أنصار الحق إلى أعداء. ما زال أحقاد النفوس، ما زال أحقاد النفوس يا إخوة يا كرام، مهما علت طائرتهم في سمائنا، مهما علت طائرتهم، مهما تحركت بوارجهم في بحارنا، مهما ملأت دباباتهم الصحاري والقفاري في برنا، لتعجز عجزا تأملا مطلقا على أن تنال من همة الإحرار. إنها الخيانة يا إناس، إنها الخيانة هي التي تقضي على المشاريع، إنها الأيدي التي تلبس رداءنا ثم تطعننا في الخاصرة. إنهم أولئك الخبثاء الذين جندوا أنفسهم للشياطين ويظنون بأنهم يقدرون على أن يطفئوا صوت محمد عليه الصلاة والسلام. حاشاه والله، هذا لن يكون. ما زال الأسلوب هو، ما زالت دعايات ووشايات، ما زالت ما أرجاف وأفك مفترى يردد هنا وهناك، ما زال قيل وقال، ما زالت برمجة منظمة قدرة رخيصة تمارس بدوافع نفسية قذرة، تمارس على الدعوة والدعاة على هناك وهناك. ما زالت يا إخوان يظنون بهذا يقدرون. الأوروبي عاجزون ويستنتهون، وسيبقى صوت محمد عليه الصلاة والسلام هو الصوت الوحيد الذي يجلجل في هذا الكون. وسترتفع الراية يا أيها السادة، سترتفع رايتنا قريبا، وأيم الله لن يهدي لنا بال، ولا قد صبغنا جدار الأقصى بدمائنا. لن يهدأ لنا بال إلا بعد ركعات على ثري فلسطين. إننا ماضون فسمع يا قوى الكفر، إننا ماضون فاسمع يا قوى العمالة. إننا ماضون ومستعدون وجاهزون أي كان الثمن، وإياك أن تظن الضريبة. إننا ماضون، لن تستطيع قوة إرجاف إيقافنا، لن تستطيع مكر وكيد إسكاتنا. إننا ماضون وسنحقق مشروع الهجرة.
رباه من أجلك وقعنا، تركنا أنفسنا وتركنا الأزواج والأولاد وتركنا الديار، تركنا الدنيا بما فيها، تركنا القاعدين المنهزمين ومنتصرون رغم المنهزمين. نعم إننا ماضون مستعدون للوج بوابة الآخرة على أعلى سور السعادة والسرور والإطمئنان. يا سراقة، ما الذي حملك على هذه؟ قال 100 ناقة. 100 ناقة، 100 ناقة. قال يا سراقة ارجع 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 إليهم. الله أكبر. مطارد ترك داره وأهله وبناته وسار، ترك أرضه يحاربونه ويحاصرونه وحيدا في الصحراء، وترك كل شيء يبتسم تاج كسرى وسورايا، يقول له يا سراقة لا يخدعنك من نحن فيه من ضعف وما الأعداء فيه من قوة. سينتصر الحق يا سراقة، ستنتصر يا سراقة، سننتصر يا سراقة. ويا سرافة العصر اسمعني، تنعقب الدعوة والدعاة من أجل 100 ناقة. سننتصر. وكيف بكم بتاج بوش؟ كيف لكم بتاج بوتين؟ كيف بكم روميا نفحتها نفتحها؟ سننتصر يا سراقة. أتعرفون هذه الكلمة تظاهرت آثارها بعد 20 سنة؟ يا سادتي أقول لكم، فيرجع إلى الوراء وأتركوا كلمة الحبيب الذي وراءه التراب. صلى الله عليه وسلم. ولكن سنصبر حتى يعجز الصبر عن صبرنا، سنصبر حتى يعجز الصبر عن صبرنا ما صبرنا. هذه الأزمات لن تدوم طويلا، الأعداء لن يبغوا ضاغطون علينا هكذا ويضربون بأسلحتهم ويضربون بدباباتهم ومفخاخاتهم، لن يدوم هذا الشيء طويلا. سننتصر والفرج غريب بإذن الله تعالى، ولكن علينا بالصبر. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصبر، فإن الصبر مفتاح للفرج. اطرقوا أبواب السماء، لا تذهبون إلى باب فلان وعلان، اذهبوا إلى باب الواحد الديان، وأطرقوا أبواب السماء، يأتيكم الفرج بإذن الله، والنصر قريب، وسننتصر بإذن الله تعالى. وهذا الشيء لن يدوم طويلا. ولا أسعار، دمار، كل شيء صار يحصل بنا في هذا الزمان، ولكن النصر قريب، وسننتصر كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إن النصر قريب. سننتصر، ولكن علينا بالصبر، إن الصبر مفتاح للفرج. اصبر وستنال ما تريد. اصبروا يا أخوان، اصبروا يا ناس. يا أخي عال عليك جارك فلان علان، اصبر، فإن الصبر مفتاح للفرج. سنصبر، اصبر، لا يلعبن بكم الشيطان يا أمثال السراقة، واصبروا فإن الحق والله منتصر، والله الحق منتصر. وإننا بإذن الله نحن الأعلى الأغلبن، أنا ورسل